جربتوا تعملوا بانيه كنتاكي في البيت؟ لو ما جربتوش يبقى فايتكم كتير قوي. ده ألذ وأسهل طريقة للبانيه، من غير ما نحطه في دقيق وبيض وبقسماط. في خطوتين بس عملت أسهل طريقة للبانيه. الوصفة دي خطيرة لأكتر من سبب. أولا بتعمل كمية كبيرة قوي، ثانيا بتفضل مقرمشة لوقت طويل قوي، نقدر نعمل منها سندوتشات وحاجات كتير قوي حلوة. والأهم من ده كله إن التغطية بتاعتها بتفضل متماسكة بدرجة رهيبة. ده ميكس بين البانيه والكنتاكي. يلا بينا نبدأ الفيديو. بصدر فرخة واحد بس هنقدر نعمل الوصفة دي. صدر فرخة واحد هيكفي معايا كمية كبيرة قوي قوي. يلا بينا نقطعه وهوريكم التقطيعة بتاعة الصدر عشان يطلع معايا كمية محترمة من البانيه. هنا هنقطعه بتقطيعة مش رفيعة قوي، هي هتبقى سميكة نوعا ما، برضو مش تبقى سميكة قوي علشان الصدر يستوي من جوه ويقرمش من بره ويبقى لذيذ قوي. فهقطعه بتقطيعة يعني متوسطة، بس مش تقطيعة البانيه العادية، لا انا هقطعه تقطيعة سميكة يبقى فيه سمك كده. مع انه صدر واحد بس طلع لي كمية محترمة جدا جدا من البانيه. فيعني قطعوه تقطيعة سميكة كده هيطلع معاكم كمية. بصوا التقطيعة، بصوا السمك بتاع القطعة عامل ازاي، ده اللي انا اقصده، اللي هي ما تبقاش سميكة قوي ولا رفيعة قوي، فهتطلع معايا كمية مناسبة قوي في الوصفة دي. هنا كنت خلاص خلصت الصدر كله، قطعته بالسمك ده اللي انا اقصده. بصوا السمك عامل ازاي خطير. هنا هنجهز التتبيلة. هنا انا اختصرت خطوة، هنا انا هتبل، ودي كمان هتبقى جزء من التغطية. عندي نص كوباية دقيق، عندي هنا البهارات بتاعتي، عندي ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، تشيلي باودر، رشة قرفة. اي مكون انتي مش عايزاه او اي بهار انتي مش حباه ما تحطيهوش. عندي واحد بيضة، عندي هنا فصين من الثوم. الثوم هنا بيعزز الطعم وبيخليها خطيرة. الثوم بجد مهم قوي، وانا يعني الثوم من المكونات اللي انا بحبها. عندي هنا نص كوباية مية هحطه. هنا دي هي هتبقى تتبيلة وجزء من التغطية بتاعة البانيه بتاعي. هقلبهم كده كويس. عايزاها زي العجينة السائلة، هفضل اقلب كده لحد ما الدقيق يختفي تماما وتبقى عجينة سائلة كده علشان اتبل فيها البانيه. هنزل بقى بشرايح الفراخ، الصدر اللي انا قطعته، مننساش نقطعه قطع سميكة كده عشان يبقى لذيذ في الوصفة دي ويبقى فيه لحم كده، مش اللي هو البانيه الرفيع، لا. هي الوصفة دي اعتمدتها على التقطيع ان هي تبقى سميكة عن البانيه شوية. نزلت